السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي، ازيكم عشاق الكروشيه. طبعا انتوا عارفين ان انا محتوايا كروشيه، لكن عندي افكار بحب انزلها على القناة. فكل ما تجيلي فكرة كده كويسة ممكن نستفاد بيها بحاول انزلها. النهاردة بقى جبت لكم فكرة جميلة جدا. فكرة ايه؟ انا حبيت اعمل اسوره او تسموها حظاظه زي ما انتوا عايزين. فقلت لا ده انا لازم انزلها بقى، طالما انا هعملها هنزلها بقى. فانا زي ما انتوا شايفين انا عامله اهي حظاظه اهي، الاسم بالانجليش وبقيتها بالخرز. فطبعا انا قلت لازم انزلها واوريكم الفكره بتاعتها. سهله وبسيطه جدا وغير مكلفه بالمره. تعالوا نشوف انا بقى عملت ايه. انا جبت خرز زي ما انتوا شايفين، بتشتروه من اي حتة. مستلزمات الخيوط هتلاقي الخرز ده موجود في اي محل، وسعره رخيص مش غالي. انا جبت شوية خرز اسود على كيس خرز على كيس حروف. وقلت اعمل لكم بقى ايه الاسوره زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. هي سهله جدا زي ما انتوا شايفين، بسيطه جدا. يعني اللي هتعملوها ببساطه، والله مش مكلفه. يعني انا الموضوع ما كلفنيش 10 جنيه على بعض. فبصراحة عجبتني الفكرة جدا، فقلت لازم اعملها قدامكم وانزلها لكم على القناة. فتعالوا بقى معايا شوفوا انا عملت ايه. الاول انا جبت خيط زي ما انتوا شايفين اشتريته، ده بيبقى موجود عند برضو مستلزمات. هو بيبقى خيط يعني باستك، اكنه استك يعني. فبلضم فيه الخرز عادي. بقسم زي ما انتوا عايزين. بقسم الخرز، مثلا لو حطيت 10 خرزات زي ما انتوا شايفين كده في الخيط، حطيت 10. تمام. ببتدي اروح بعد ال10، بعد ما حطيت ال10 خرزات بروح الضم فيهم الحروف اللي انا عايزاها. حروف باي اسامي انتوا عايزينها يعني، اللي يخطر على بالكم. بروح حاطه زي ما انتوا شايفين كده، بنقي الحروف وبحطهم جنب بعض كده، بنزلهم على الخرز الاسود دي بالاسم. يعني الاسم الخرز ده بيبقى لوحده، والحروف دي بتبقى في كيس لوحده. يعني انتوا لو حبيتوا تشتروا من عند بتاع الخيوط هتلاقوا المتوفر يعني في المحل. فانا زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا اهو عملت 10، وحطيت عليهم الاسم بالانجليش اهي، الحروف دي بالانجليش. هكمل بقى بقية الخرز الاسود عشان اكمل بقية الاسورة. زي ما انتوا شايفين اخر خرزة حطيتها اهي اهو، كملت. وبعدين بعد ما كملت ببتدي ايه اربط جامد الخيط جامد جدا عشان ما يفكش. وزي ما انتوا شايفين اهي بسيطة جدا، وعمايلها يعني في منتهى الجمال يعني. سهلة 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 زي ما انتوا شايفين، جميلة قمر 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 قمر. عايزاكم يا بنات تتشجعوا كده ويلا وتعملوا بقى حاجات حلوة زي ما انا بعملها اهي. هبتدي اربط بقى الخيط كويس جدا عشان ما يفكش. وبعدين دي على فكرة بتتعمل حسب المقاس. يعني مش شرط تحطي 10 خرزات، لا ممكن تحطي 11 12 على حسب ما انتوا يعني المقاس حسب المقاس. ممكن تقللوا ممكن تكبروا يعني براحتكم. زي ما انتوا شايفين انا اهو بربطها كويس جدا 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 عشان خاطر تبقى محكمة وما تفكش مني. وبقصها بعد كده بمقص. وفي الاخر زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا بربط جامد عشان برضو خلي بالكم ممكن تفك مننا. ولو عندكم مسدس شمع اللي هو بيلزق ده، ممكن بعد ما تقصوا تروحوا ايه بالمسدس الشمع تروحوا لازقينها عشان ما تفكش وتبقى محكمة جامد يعني. وزي ما انتوا شايفين قمر 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 اهي، ما كلفتنيش اي حاجة، وبسيطة جدا جدا جدا، وهتفرحي ولادك وتفرحي حبايبك وتهديهم. بصراحة قمر قمر قمر. انا الفكرة دي عجبتني جدا، وقلت لازم انفذها معاكم واوريها لكم وانزلها لكم في القناة. اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم، وتدعوا لي بقى وتعملوا لايكات كده عشان اعمل لكم حاجات احلى واحلى.
ان شاء الله هتعجبكم في الايام اللي جايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.